مساء الخير عليكم. النهاردة هنعمل وصفة بسيطة جدا وخطيرة، طعمها خطير بجد، وكمان مكوناتها اقتصادية موجودة عندنا في البيت. شوفوا شكلها جميل جدا وطعمها خطير، وجبة متكاملة بدون زيوت، يا دوبك هنعملها بس معلقتين زيت بس. ينفع تاكليها بالعيش او تاكليها مع اي حاجة انت حباها، دي اسهل طريقة ان انت تاكليها بيها، فبالعيش يعني وصفة سريعة جدا. اول حاجة معايا بصلة وسط متقطعة شرايح بالشكل ده، وفلفل الوان متقطع شرايح بالشكل ده. بنروح عند البوتاجاز، بحط معلقتين من الزيت في طاسة وبنزل بالبصلاية. بقلب في البصلة، واول ما بتدبل معايا بنزل بالفلفل. ده فلفل الوان، لو ما عندكيش فلفل الوان عادي ممكن تحطي فلفل اخضر بس. ولو حابه تحطي اي خضار تاني بتحبيه ممكن تحطيه عادي، او اي خضار موجود عندك. بحط شويه من الملح وشويه من الفلفل الاسود وشويه من البابريكا، من كل دول نص معلقه صغيره، وبقلبهم. بقلب لمده دقيقتين كده، وبعدين بحط معلقتين كبار من الكاتشب او صلصه الطماطم، وبسيبهم مع بعض كده لحد ما يبقاش فيها ميه خالص. كده تمام، مفيش اي سوائل فيها خالص. بعدين بقى بجيب حلة بحط فيها 5 حبات من البطاطس، وبحط معلقة صغيرة من الملح واسيبهم لحد ما يتسلقوا. بعد ما استلقوا معايا بطلعهم من المية، وهرسهم كويس جدا. عايزة اهرس البطاطس لحد ما تبقى ناعمة معايا خالص. دي جبنة موتزاريلا صيامي، مكوناتها موجودة قدامكم اهي. بحط منها شوية على البطاطس. طبعا البطاطس سخنة، وانا هحط الجبنة الموتزاريلا الصيامي فهتسيح مع البطاطس وبتدي تماسك معايا. حطيت حبة من الفلفل الاسود، وطبعا مش هحط ملح لان احنا حطينا اثناء السلق ملح، فمش هنحط ملح تاني. بايديا بقى كده وهبتدي اكور البطاطس. لو ما عندكيش جبنة موتزاريلا صيامي ممكن تحطي بلاش منها خالص، وممكن تحطي معلقة زيت عشان تدي نعومة في البطاطس، عشان تعرفي تكوريها بالشكل ده. وببتدي اعملها كور. عملتهم كلهم بالشكل ده. بجيب معلقة وابتدي ادوس، اعمل حفرة في النص في الدايرة، يعني انا بعمل حفرة في النص في الدايرة، ببقى دهنة المعلقة بالزيت من تحت عشان تفردها وما تمسكش في البطاطس، او ان انا اعملها بايديا. يعني المهم ان احنا عايزين نعملها حفرة صغيرة في النص عاملة زي الطبق كده، نعمل البطاطس زي الطبق. طبعا الصينية احنا دهنينها بالزيت قبل ما نحط فيها البطاطس. كده تمام جدا. بجيب الحشوة بقى اللي انا عملتها وابتدي احطها في النص. الحشوة دي بتدي طعم جميل جدا للبطاطس، وانتي بتاكليها بتديلها طعم. فهحطها في النص.
واللي باقي في الطبق كده اللي هو الزيوت الباقية في الطبق انا دهنت بيها البطاطس كده عشان لما ادخلها الفرن تاخد لون معايا. انا دخلتها الفرن طبعا استوت من تحت، احمرت البطاطس من تحت، طلعتها حطيت من على الوش جبنة موتزاريلا صيامي، وهرجع تاني احطها في الفرن تاخد وش من فوق. هولع الشوايه واديها وش من فوق. لو انتي ما عندكيش الجبنه الموتزاريلا الصيامي فعادي برضو اعملي الوصفه زي ما هي كده ودخليها الفرن واديها لون وطلعيها من غير الجبنه، برضو هتبقى جميله جدا وطعمها مميز ولذيذه، ووصفه سريعه وشكلها خطير وتنفع معاكي في العزومات وهتعجبك ان شاء الله. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم، وباي باي في فيديو جديد.